وصفتي ليكم النهاردة هنعمل كيك البرتقال، بس كمان هنعمله بصوص البرتقال. هتبقى كيكة هشة وطرية من جوه وجميلة، والمكونات بتاعتها سهلة. وكمان هنضيف ليها صوص البرتقال اللي احنا عملناه من عصير البرتقال، سهل جدا. هتديكي كده طعم وقوام للكيكة، وهتغيري في شكل الكيكة اللي انت متعودة تعمليها. موسم البرتقال مالي السوق، فانت تقدري تجيبيه وتستخدميه في الوصفة دي. شايفين الحلاوة؟ شايفين الكيك بتاعي طاري ازاي وهش ومرتفع، وكمان الصوص اللي انا عملته من فوق مدي لمعة ومدي طعم حلو جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونشوف المكونات. اول حاجة هنبدأ بالمكونات الجافة. عندي 3 كوبايات من الدقيق. خلاص كده هتعيريهم بالكوباية المعيارية او بالمج العادي بتاع الشاي. هنضيف كمان كيس من البيكنج باودر، كيس كامل هنضيفه عليه. وعندنا ذرة من الملح اللي هي ربع معلقة صغيرة من الملح. هندخل الدقيق ده كويس جدا، وبعد كده نركنه على جنب. هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل كيكة البرتقال دي ازاي. انا جايبة البرتقال السكري ده، بيبقى حلو يعني ما بيبقاش حادق. غسلته كويس جدا، وبعد كده بشرت القشر بالمبشرة. انا هحتاج قشر البرتقال في الوصفة دي. ركنت البشر على جنب، وبعد كده جبت البرتقال بتاعي وعصرته. انا هستخدم في الوصفة دي كوبايتين من عصير البرتقال. كوباية احطها جوه الكيك، وكوباية دي اللي هعمل بيها ان شاء الله الصوص. طب تعالوا المقادير السايلة. عندي تلات تلات بيضات هضيفهم، وابتدي اضربهم بالمضرب. هحط عليهم كيس من الفانيليا، واحط عليهم معلقة من بشر البرتقال. هضربهم كويس جدا، وبعد كده هنزل بكوباية من السكر. أنا مستخدمة البرتقال السكري، فطبعا مسكر معايا، فاستخدمت كوباية بس من السكر. لو انت هتستخدمي البرتقال البلدي هتضيفي من كوباية وربع لكوباية ونص. كمان ضفت كوباية إلا ربع من الزيت، وكمان ضفت كوباية من الزبادي، أو ممكن معلقتين بس من الزبادي. هتديني طراوة قوي للعجينة، وهتدي للكيك تخليه هش وطري وحلو قوي وفاتح من جوه. وكمان نزلت بكوباية عصير البرتقال، وضربت كل المكونات بتاعتي السايلة بالمضرب. جيت بقى للدقيق بتاعي، ضفت عليه بشر البرتقال معلقة صغيرة، وقلبته مع الدقيق الأول. وبعد كده ضفت المواد السايلة بتاعتي، اللي هما 3 بيضات، كوباية من السكر، كوباية من عصير البرتقال، كوباية إلا ربع من الزيت، وكوباية من الزبادي. تعالوا بقى للصينية بتاعتنا. هندهنها دهنة من الزيت، ونرش رشة من الدقيق، أو أنا هحط كده ورق زبدة وبرضه هديله دهنة من الزيت. أنا علشان أعمل شكل المفرغ اللي في النص، أنا ما عنديش الصينية اللي هي المفتوحة من النص دي. جبت كوباية بايركس اللي هي تنفع تدخل الفرن، وحطيتها في نص الصينية. وبعد كده ضفت معايا الخليط بتاع الكيك. وعلشان اتاكد ان مفيش فراغات كده جوه، وان الكيك بتاعي مظبوط، هجيب كده خله وابتدي اعمل كده يعني فتحات فيها، علشان لو في اي فقاقات هوا تطلع. هدخلها على فرن طبعا مسخنينه قبل كده، تستوي معايا. اول ما تستوي هطلعها تبرد، واغطيها كده بفوطه علشان تبقى طريه معايا. تعالوا لصوص البرتقال. عندي كوبايه من عصير البرتقال، عندي معلقه من بشر البرتقال، عندي معلقه ونص من النشا، ومعلقتين من السكر. هدوب ده الأول على البارد، وبعد كده ارفعه على النار. أول ما يشكل معايا هيعمل لي صوص تقيل بس مش سميك، تقيل علشان أقدر أصبه. يبقى الكيك بتاعي هيكون بارد والصوص ده سخن. اتفقنا؟ علشان يطريلي الكيك، وفي نفس الوقت كده ما تبقاش الكيكة معجنة، تبقى حلوة قوي. يبقى واحد بارد والتاني سخن. خلاص كده صبيت الصوص بتاعي في كوباية، علشان أقدر أصبها كده وأوزعها على الكيك بالشكل ده. أول ما هتنزليها كده على الكيك، بعد شوية هتلاقيه جمد ومسك كده، واللهم بارك، عامل طبقة فوق كده، مديها لمعة ولون وريحة وطعم. مقولكوش بقى، وصفة حلوة جدا جدا من وصفات كيك البرتقال بس بشكل مختلف. الصوص ده ادى طعم حلو، مدي كده للكيك كأنك كده بتاكلي جاتوه، مش بتاكلي كيك عادي بالبرتقال. وكمان وصفة كيك البرتقال دي وصفة ممتازة، ممكن تعتمديها وتستخدميها في كل الوصفات بتاعتك، أو في كل الكيكات اللي بالبرتقال. هي دي كانت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير، سبسكرايب وكومنت. باي.